ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة في احسن حال. ايه رأيكم نعمل مع بعض البيتزا الجميلة ديت وتكون الظهر بتاعها كده ذهبي ومن فوق بتموت وطعمها تحفة. وهنعملها كمان بخلطة فراخ، بطعم الفراخ بطريقة جامدة. يعني فراخ لوحدها اصلا ممكن تستخدموها في اي حاجة تانية، بس احنا نعمل بقى بيتزا بالفراخ حلوة قوي. هنجيب الصدور زي ما هي مش مخلية، اللي هو الصدر بيكون كامل على بعضه. وهنعمل الخلطة دي عبارة عن بصل وفلفل اخضر وطماطم وحبة ملح وحبة فلفل اسود ومثلا شوية صوص، صويا صوص مفيش مش مشكلة. حبهان طبعا عشان هو من احلى الحاجات اللي بتدي ريحة حلوة جدا للفراخ. ومعلقة صلصة ومعلقة زيت، وهنقلبهم كويس قوي في بعض. وبصوا بقى الحبهان عشان بيضايقنا في الاكل فانا باخد القلب بس وبرمي القشره بتاعته. هندعكم كلهم مع بعض حلو قوي، ونتبل بيهم صدور الفراخ، ونحطها في حله، نحطها على النار لما تستوي كويس قوي. بصوا، يعني هو كده كده اصلا لما هتغلي هتتشرب الصوص بتاعها كويس قوي. ماشي. فايه بقى، احنا ممكن نعمل الفراخ دي لوحدها كده ونستخدمها سندوتشات في رحلة، ونستخدمها للولاد في المدرسة، نستخدمها في اي حاجة هي لوحدها، يعني بعيدا عن البيتزا اصلا. ده طبعا لما كانت قربت تخش على سوا قلبت الصدور الناحية دي وقلبها الناحية التانية، وهستنى برضو عليها حبة حلوين كده. ولما تخلص خالص بقى واحس ان هي استوت حلوة قوي قوي، هقوم جايه مطلعاها وحطاها تحت الشوايه. هنعجن البيتزا مع بعض وبعدين نرجع نشوف الفراخ. الدقيق دوت بالظبط كان 4 كوبايات دقيق. كل كوباية دقيق هتطلع لنا بيتزاية. حطيت انا كده هنا الخميرة، والخميرة كانت مدوبة معاها سكر، وحطيت سمنة او زيت. معلش انا بحط بايدي، احنا في بيتنا واحنا اللي هناكل. يعني نحاول نعجن بقى حلو، نزود شوية مية ونعجن تاني. انا عارفة ان العجن رخم شوية، بس معلش متعملوهاش كتير، يعني كل فين وفين. المهم يعني نفضل نعجن لغاية ما العجينة تبقى ناعمة معانا وتتلم. وممكن لمها بشوية زيت. لما انا حاطه سمنه وزيت حلوين، يعني هم 4 كوبايات دقيق بس اما بتخدمي العجينه وبتحط لها ميون حلوه بتطلع معاكي بعد كده وانت بتاكليها حاجه تحفه، مش عيش يعني، مش حته عيش فينو، لا ده حاجه كده ليها طعم. المهم هي طبعا فيها خميره بيره، فهي هسيبها تخمر حبه بعد ما اخلص عجين، وبعدين هقسمها على 4 هلاقيها خمرت. بصوا بقى الفراخ، بصوا بقى المنظر. دي هنحطها في التلاجة تسقع وبعد كده نقطعها. ادي العجينة اهي، قسمتها على 4، كل ربع باخده كده وافرده. طبعا هي لو ما خدتش راحتها قوي وخمرت مش هتفرد معايا كده، ولو هي مش حلوه مش هتفرد معايا كده. انا مجرد ما احط شويه ما شاء الله دقيق فوق وتحت منها دقيق، بس بسم الله ما شاء الله بتفرد حلوه جدا، اللهم بارك. بس هسيبها برضو واعمل التلاتة التانيين، وادي 1 2 والتالتة. مجرد ما انا بس هرش عليهم الدقيق من فوق ومن تحت وافردهم هيبقوا ما شاء الله حلوين قوي. بس بعد ما بفردها بقى طبعا انا لما باجي احطها في الصينيه بكون دهنه الصينيه بشويه بمعلقه سمنه، شويه زيت وسمنه اي حاجه يعني. إيه بس المهم لما هاجي بقى ايه احطها في الصينيه. دي كانت صينيه مستطيله فعشان كده كنت بخليها مستطيله. ايوه الصلصه بتاعتنا، انا عايزه اقول لكم ان اجمد صوص صلصه للبيتزا انكم بتضربوا في الخلاط الطماطم معاها بصل وثوم وفلفل، وبعدين تنزلوا على الصينيه على معلقه زيت. هي بتبقى تحفه. بصوا بقى الفراخ، ودي كمان ما كانتش لحقت يعني تلجت شوية جامد، يعني كانت لسه برضو الى حد ما سخنة. الفراخ بقى بالطريقة ديت هي شرايح كده طعمها تحفة وجميل. ممكن تستخدم في اي حاجة تانية مش شرط البيتزا، بس انا هعمل البيتزا النهاردة بالفراخ دي اللي انا عاملاها بالطريقة دي.
بس فمعاكم بقى ان انتوا الفراخ ممكن تعملوها كده لوحدها جنب مكرونة جنب اي حاجة. اكيد يعني كلنا عارفين البيتزا ممكن تستوي ازاي، ودي حاجة سهلة يعني، قصدي يعني نرص الصينية ازاي. بنوزع طبعا الفراخ بتاعتنا، بنوزع بصل، طماطم، زيتون، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، كل الحاجات ديت يعني، طماطم برضو. بس وبنشكل البيتزاية بتاعتنا ونخبزها. بتاخد لو احنا محمين الفرن قبل ما نحط الصينية بتاخد في حدود يعني من 10 ل15 دقيقة بالظبط، مش اكتر من كده. وبيكون القعر بتاعها بيكون ذهبي وجميل ما شاء الله. بس كده، وبيبقى عندنا بقى بيتزا حلوة ما شاء الله، جميلة وطعمها خرافة يعني، فعلا فعلا. مقارنة بان انا مثلا هروح اشتري البيتزا ديت من بره الاربعة، شوفوها بكام البيتزا دلوقتي، مقارنة ما انا هعمل تقريبا يعني مثلا الاربعة بحق واحدة بس من بره، والله صدق ما بتكونش بالجمال ده يعني. ديت كطعم تحفة، ما فيش وجه مقارنة اصلا بين البيتزا دي والبيتزا اللي هي الجاهزة. هي البيتزا الجاهزة بس ان هي مرشوش عليها جبنة موزاريلا وكتير، والعجينة بتبقى دلع حتى، مش بتبقى يعني مظبطة كده. المهم بس كده بقى طلعناها من الفرن. عايزة اقول لكم انها يعني ريحتها يا نهار ابيض روعة. والله ريحتها تحفة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. بصوا بقى الظهر بتاعها، ايوه وشك. يعني احنا كنا بنطلع الصينيتين يخلصوا قبل ما نطلع الصينيتين اللي في الفرن التانيين. الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. لو انا بعمل حاجة بتبسطكم او بتفيدكم يعني ربنا يصلح حالي وحالكم، ويا ريت يعني تنفذوا الحاجات ديت وتقولوا لي ايه رأيكم، وبألف هنا وشفا. بس كده، ويا ريت تتابعوني بقى، تعملوا لي لايك وحاجات حلوة كده.